اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. اخواتي وحبايبي ما تحرمش منكم ابدا. الف صلاه عليك يا نبي. عملت بقى النهارده فطار سريع كده وخفيف. الناس يعني عايزين يفطروا فطار يعني وكده وطالبينه مني كم مره، وجايين يفطروا معايا. قلت بقى اعمل لهم بقى فطار كده زي الفل كده. دي الفطار اهوت. تعال بقى ما نشوف احنا عملناه ازاي. بس انا اسفه يا جماعه جدا جدا لان المقطع بتاع العجين اتمسح. المقطع بتاع العجين اتمسح والله غصب عني، معلش. بيتعجن بقى بميه وملح بس مش اكتر، ولا تحط عليه لبن ولا اي حاجه من دي. عملت لهم بقى فطار بتاع سلقنا بيض وجبنه وعسل وعلينا بطاطس، وكان زي العسل، كان فطار زي الفل. ومخدش حاجه يعني، سريع كده، حاجه سريعه خفيفه كده. ال- دي السمنه البلد، دي السمنه الصناعيه، سمنه نباتين. بس انا احط عليها قشطه بقى من القشطه بتاعتنا الحلوه دهيت. معلش يا جماعه انا مش قادره اتكلم. يعني يقولوا يا جماعه اللي ربنا يحوش عنا دور البرد ده. صوتي متغير خالص ولا ايه؟ مش عارفه. بس عايزه انزل فيديو لكم يعني، عشان امبارح ما نزلتش وعملت بث مباشر وما عرفتش انزل فيديو عشان كنت تعبانه برضو. ما قدش اللي انزلكم حتى لو كنت وانا في البث برضو كنت تعبانه. يلا الحمد لله، نحمد ربنا. همسك بقى احط القشطه بقى على السمنه كده، مش هقدح السمنه قوي عشان ما تتحرقش مني، عشان القشطه ما تتحرقش. كان عندي عسل، اللي هو عسل الابيض ده، اللي انا مطلعها السمرة ديت شمعاية من بتاعة العسل. واحد غشنا في العسل يا جماعة. بعصر بقى ليمونة اهيت. بعمل شربات عادي زي اي شربات، زي ما كنت هتسقي مثلا كنافة، هتسقي اي حاجة. شوفوا البتاعة مزلطة ازاي. دي العسل يا جماعة، معمول من الملبن بتاعة شفت الملبن اللي هو بيعملوا به بتاع اسمه ايه، اللهم صل على النبي، الكحك. اللي بيحشوا بالكحك ده، الناس عاملين بيه عسل، وجايبين شمع، اي شمع يعني، الشمع اسود عشان العسل مش اصلي. ربنا ينتقم منهم بقى. والله كنت جايبه ب500 جنيه، حطهم في الدكان باظوا كلهم بنعمل منهم بقى، نعمل كنافه، نعمل اي حاجه بقى، نجيبهم بقى احلهم وازودهم سكر من عندي واعملهم. اعمل ايه؟ خساره بدل ما يترمى يعني. همسك بقى، مسكتهم قرصتهم اهوت، هما جم اللهم صل على النبي، جم 5. عملت 2 بسكر و2 سادة، وواحدة طلعت لله، أصحاب نصيبها يعني، طلعت لأصحاب نصيبها. كان حد طلب مني يعني وطلع الحمد لله يعني. ما بحبش يعني، ما شاء الله الأربع اللي أنا عملتهم ده همت، والله العظيم بجد بجد كل منهم ناس كتير أوي. آه أنا بفرح أما حد بياكل، يكون أنا عاملة حاجة وبياكلها، وببقى مبسوطة. ليه بقى؟ بحس كده اللي هو كان نفسي فيها وكلها يعني، مش أكتر. ربنا يدي اي حد يا رب كده ويجبر بخاطر الناس. جبر الخواطر يا جماعه والله العظيم حاجه سهله خالص، حاجه سهله وخفيفه خالص يعني. انا كان حد عايز من الفطير ده، وفجأت لقيته معدي قصاده وانا في المحل، ندهت عليه اقسم بالله، والله العظيم ما بغير عليه ولا نفس. ندهت عليه: انت عايز ايه يا ام حكيم؟ قلت له انا عايزاك في حاجه. قال لي انا رايح في حته الفلانيه وجاي. غاب، رنيت عليه، رقمه معايا يعني. قام جاي، اي والله العظيم بجد. قلت له انا جاي عايزك عشان انت عايزني عشان كده. قلت له مش انت كنت طالب مني اللي انت عايز فطير يعني وكده. اما كل كده انا اتبسطت يعني، كنت هزعل الاول لو ما اكلش من الفطير دي بجد يعني. امسكهم بقى، انا عملتهم كل اتنين، هعمل كل اتنين ايه في فطيره يعني، كل اتنين مع بعض. اعمل واحده ولفتها الاول، واقوم عامله ديت وحاطه دي في قلب ديت، عشان بيعمل معاك رقات. اما انت بتعملي كده وبيعمل معاك رقات، بتبقى ما شاء الله كانوا زي الجلاش، والله العظيم كانوا زي الجلاش. وبعدين انت العجنه بايدك طبعا ونضيف وعمايله حلوه. الجلاش كمان بيبقى رقيق، مش بيبقى مثلا دي زي ما انت عاملاه زي دي كده، يبقى شغل مصانع بقى، مش زي ايديك ما انت عامله مثلا دقيق من بيتك وعارفه انت عاجنه ازاي وخابزه ازاي كده يعني. كان حلو حلو يعني، بالهنا والشفا اللي كان يا رب. ربنا يبارك لهم يا رب ويديهم الصحه ويصلح حالكم جميعا يا رب. وربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب. النهارده الجمعه يا جماعه، والدعاء بجوز يعني، ادعوا لبتوع فلسطين، ربنا كده ينصرهم ويشفي مرضاهم يا رب، ويشفي مجارحهم يا رب بحق جاه النبي. ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، ويشفيك يا ام اسلام ويعافيك يا رب، ويسترها معاك يا حبيبتي، ويبارك فيك ويخليك يا رب، متحرمش منك ابدا.
من دعاك ليا، وربنا يخليكي ليا يا رب ويسترها معاكي. انت يا ام اسلام لسه معرفتش القناه بتاعتي الجديده، انا عارفه. عملتها هي وحطيت التانية في قلبها وهطبقها، بس مش باينه لان كنت انا زقه الطبليه بعيد عني عشان ما تعكش سمنه يعني وكده. احطها بقى في الصينيه اهوت، احط شويه سمنه على الصينيه في تحت منها، واسيبها بقى، هسيبها عشان مش هخبزها الا لما ترتفع، على ما اخلص شويه يكون هي ارتاحت يعني، يكون انا عملت التانية واخدهم ان شاء الله، اعملهم لقمه الاول اللي هم بسكر سريع سريع كده، وبعد كده ايه عشان اجهز فطار بس يعني، واسيب التلاتة التانيين اعملهم بعد ما اخلص يعني، بعد ما افطرهم واخلص هقوم عاملاهم، بس مش هعملهم معاكم يعني عشان مش هقعد عشان بس ما اكترش عليكم يعني، ما الفيديو يعني عايزه يبقى خفيف كده ولطيف لكم، عشان بس انا عايزاكم بس تسمعوا في الفيديو 5 دقايق بس مش اكتر يا جماعه، يعني 5 دقايق بس مش اكتر. مش مو مش طماعه، مش بقول لكم الفيديو للاخر يعني، وبعدين لسه بتسمعيني لحد دلوقتي وبتتفرجي عليا و... وما عملتش لايك وانت عارفه ان انا عيانه وتعبانه، معلش حقك عليا. ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. شوفوا بقى ما شاء الله منها قمح، اللي هو دي الفاخر اللي هو الفينو، ما شاء الله ما اتقطعش منها حته، لو اتقطعت يعني غصب عني مثلا، بس انا ما شاء الله يعني كانت ما شاء الله مرققاها خالص، مرققاها وفردها خالص، ما كنتش بطول افرد في الطبليه، اقوم جايه واقفه على حيله خالص واعمل اعمل ايه عشان هيك منها ما حدش قصادي، كنت بعمل لوحدي، كنت رايحين في المحل وانا كنت بعمل لوحدي، لما يكون حد قصادي بشد قصادي ويعمل قصادي يعني، فاهمني. ديت التانية هي هعملها واروح الفرن على طول، واسيب الباقي ده بقى اعمله بقى بعد ما اخلص، لان اللي عايز يجي يفطر هيفطر ويمشي، مش هيقعد قصادي يعني اما اخلص الكميه اللي انا عاملاها يعني. يلا الحمد لله، ربنا يعيننا ويقويني يا رب، واقدر افرح اي حد يكون عايز مني اي حاجه. مش عارفه مين اللي كان بينادي عليا، سبت اللي في ايدي بقى ودورت اكلمه، بس مش فاكره بصراحه مين. اكيد كان حد عايز طلب يعني ولا حاجه مش اكتر. ده هي بقى خلاص اهيت، وهروح على طول على الفرن على طول هسويها معاكم برضو. آه على فكرة اما كنت عايزة تعملي حاجة، مش ما تفكريش، قومي على طول اعملي على طول، ما بتاخدش منك وقت وما بتاخدش منك مجهود. بس حطي في دماغك انت هتعملها يعني، مش تكسل اللي انت هتعمليها. والله العظيم اي حاجة ما بتاخد وقت يا جماعة والله، وبتبقى حلوة في الاكل، لان انت عاملاها بنفس راضية ونفسي سامحة مسامحة في الحاجة اللي انت بتعمليها، ما انت زعلانة ما انتش تعبانة كده يعني، حتى لو تعبانة ربنا بيشفيك وبينجيك وبعينك وبقويك يا رب. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، ربنا يسترها معاكم دنيا واخره. خلصتهم همت وجيت بقى حطيت واحده في الفرن، وديت ام رحيم كانت بتخبزها هي عشان نحطها برضو، مش عارفه انا كنت بعمل ايه في الساعه دي، بان اني قلت لها اخبزها باين او حاجه زي كده، ايدي معكوكه او حاجه يعني. يلا الحمد لله، ربنا يدينا الصحه يا رب ونقدر نعمل كل حاجه. إيه قبل ما تطلعيها تشوفها من تحت حمرا ولا مش حمرا، لان لو ما هيش حمرا من تحت تحس ان هي عجين بقى مش مستويه، لازم أن يبقى حاميه من فوق ومن تحت عشان تبقى حلوه كده طالعه معاكي زي الجلاش كده زي الفل كده. اهم يا جماعه الاتنين اهم. إيه ديت طلعتها سقيتها بالعسل، وديت رخرة. انا اللي جه بقى يفطر وجاب لي الكلبوش اللي على راسه دي، وقام جاي على طول ملبسهولي. طب ازاي؟ قالوا ده حلو عليكي قوي، رايكم حلو ولا مش حلو، البسه ولا ما البسوش؟ هو بصراحه دفاني، بس انا والله محروق اللي انا البسه يعني، عشان منه فوق التدينه كده يعني، بتحرج البس حاجات زي دي. سيتهم الاتنين وامسكهم اقطعهم اهو، كنت بعت ام رحيم بقى سلقت البيض وقلت بطاطس وجهزت الاكل، هنحط على طول على الطبليه بتاعتنا الحلوه الجميله دي. تعالوا افطروا معانا بقى يا جماعه، فيديو خفيف وسريع اهوت ومخدش مني وقت يعني ولا اي حاجه من دي خالص. حتى الاتنين على بعض وبقطعهم كده تحسي ان انت بتقطعي جلاش. جمال قوي والله العظيم بجد، كلوا بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا، وربنا يبارك لهم يا رب. حتى انا بقى جبنه وقشطه وعسل وجبنه حادقه وبيض وايه تاني يا ندي مش عارفه، وبطاطس مقليه وكان في خضار كمان وحاجات من دي، كان زي العسل، ربنا يطعمهم يا رب ويبارك لهم. يلا الفيديو بتاعنا خلص يا جماعه اهوت، وكنت بوريكم بقى الفطرتين اللي انا كنت عاملاهم الساده.
دوت اللي عملتهم بعد الاكل، يعني بعد الفطار. شوفوا ما شاء الله زي الجلاش ازاي. والله يعني لو ما كنت مسحت الصوت تحس اللي هو بخربش كده ومقرمش زي الجلاش. بالهنا والشفا يا حبايب قلبي. لو عايزين فطيرة اعمل لكم فطير يا قلبي. اهو يا جماعه شوفوا رقات رقات ازاي. فل والله فل. تسلم ايدك يا ام عبد الحكيم. دول الاتنين اهمت ما فيش غيرهم اللي فاضلين، يعني اللي بقول لكم عليهم. والله على اخر النهار كان كله خلصان. ودي كان متبقي من اللي هم بالعسل، عملتهم في الطبقين ومتبقي منهم الاكل هو زي ما هو. والاسم جعانين وعايزين نفطر. سبحان الله الحاجه يا جماعه والله العظيم بيبقى فيها بركه. حاجه بقول لك بدل انت مسامحه فيه بيبقى فيها بركه. ده صوره ابو عبد الحكيم هو صغير. آه، يلا الحمد لله ربنا يبارك فيهم يا رب ويسترها معاك.